القرص الطري والخفيف المدهون بالزبدة والزيت والسمنة الدهن الحر، نسميه خفيفي، نسميه قرص الطري، نسميه كليتشة، كيفكم. هذا أني خالة كزبرة وسمسم، وحاشيته تمر، قسم وقسم حلقوم يعني ملبن، وقسم خفيفي بدون أي شي سادة. هذا الصبح نتريق بيه، العصر نشربه ويا الشاي. ونقدر نحتفظ، يعني سويت كمية من الطحين الحصة، هذا طحين حصة، طحين الحصة مال التومين، يعني نقدر نحتفظ بيه بالفريز، نقسمه بأكياس يعني، ونحتفظ بيه بالفريز. نقدر بيه بالفريز، وش وقت ما يعجبنا نطلع من عنده على الكمية، حسب الكمية اللي تردوها. هالشكل هاي الكمية قسمتها أنا بأكياس، وهذا البقى راح نستخدمه. طبعا طعمه رهيب يخبل. هاي قلت لكم من طحين الحصة. شوفوا الطريقة وياي، نسمي بسم الله ونصلي على النبي، ونبلش بطريقتنا، طريقة الكليتشة أو الخفيفي أو القرص الطري اللي بالزيت والسمنة والزبدة. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نسوي القرص الطري، يعني الكليتشة الخفايفي اللي نسويها يعني سادة أو بحشوة التمر أو بحشوة الحلقوم، المصريين يسموه الملبن. راح أخلي الإضافات وشوفوا الطريقة وياي. أني هنا هاي عندي المفاجأة اللي راح أقولكم عليها. أني هذا الطحين تلاحظون أكو أسمر وأكو أبيض. 4 أكواب خليت طحين حصة، حنجربه بطحين الحصة. أمانة الله هاي أول مرة راح أسوي هاي التجربة بطحين الحصة. 4 أكواب ضفت الكوب العادي هذا مالتنا، هذا الكوب العادي. 4 أكواب طحين أسمر يعني حصة، كوبين طحين صفر، نفس المقدار وياه. شوفوا الطريقة وياي. طبعا بدلت النجانة لأن شفت ذيك صغيرة ما تكفي وخاف يختمر العجين. أنا هنا عندي حليب 3/4 كوب حليب، 3/4. هذا حليب جاف يعني. راح أضيف 4 ملعقة سكر، 4. هاي 1، هاي 2، هاي 3، هاي 4. راح نخبطهم. حنضيف فوقهم ظرف ونص، العفو خمرة، ظرف ونص، يعني ما يعادل مقدار ملعقة ونص طعام. هذا النص، يعني هنا عندنا كيلوين طحين احنا باعتبار. حنضيف للطحين طبعا ملح، ملعقتين مال شاي ملح، ما نضيفه هواية. وأنا هنا عندي هذا الكزبرة ناشفة، والسمسم حمصته حضيفه وياه. وهذا طبعا أنا راح أعيفه يختمر، هذا الحليب والخمرة. طبعا صوتي أنا كلش تعبان لأن مريضة كلش. راح نقلبهم، وقبل لا نقلبهم راح نضيف ظرف ونص بيكنج باودر. هذا النص، هاي ظرف ونص. نقلبهم زين. طبعا أنا نسيت أضيف عليهم خل، راح أضيف خل فشي بسيط، يعني ملعقة طعام بس. هسه قلبناهم زين. راح أضيف هنا أنا خالة زبدة أو دهن حار، يعني سمنة مال العرب وزبدة خابطتهم سيحتهم طبعا حاميتهم، حضيفها عليهم. وحضيف نفس المقدار اللي عندي، حضيف نص كوب زيت. هذا المقدار نص كوب زيت، نص كوب زيت إضافة للسمنة والزبدة. هسه راح نبسهم زين. طبعا ندمج الزيت والزبدة ويا الطحين، لازم هالشكل هيك نسوي له حتى يتجانس الطحين ويا الزيت والزبدة.
هاي طبعا شغلة تقريبا طول لها فد دقيقتين، لازم نجانسهم. راح نضيف لهم الخميرة طبعا، ونقلبهم ونشوف ايش قد يحتاجون مي، لأن أنواع الطحين تختلف حسب نوع الطحين اللي يعني يحتاجه، فقسم يحتاج مي هواي وقسم لا. هسه أنا راح أشوف ايش قد يحتاج مي من عندي. هسه أنا ضفت تقريبا كوب، العفو حليب يعني ويا الخمرة يعتبر كوب، فهسه أشوف ايش قد يحتاج من عندي مي. أنا ضفت كوب، وهسه هذا الكوب الثاني 3/4 طبعا، يعني صار كوب و3/4 الكوب حضيفه، وهم أشوف ايش قد يحتاج من عندي مي. كملنا العجين هذا شكله. طبعا احتاجيت مي 3 أكواب ونص. راح أغطيه بالنايلون عيفه لمدة تقريبا 3/4 ساعة، وارجع له من حد ما يختمر، خليه على راحته. وإن شاء الله من نريد نسوي القرص الطري نرجع لكم، خليكم ويانا. هنشوف العجين مالنا، شوف شلون صلوات شلون اختمر. هسه احنا راح نشكله القرص. طبعا ما نسوي وحده وحده، راح نختار الحجم هالشكل مثلا او اكبر، يعجبنا نسويها هالشكل وحدها او نحشيها. يعني هسه هاي نحشيها حلقوم، هاي حلقوم هالشكل، ونعيفها، او تمر هالشكل. هنا أنا داهنت هالصينية طبعا، نعيفها نكمل الصينية، يلا نبططها يعني هالشكل نسويها، مو وحدة وحدة، خليها هم ترتاح. كمل الكمية كلها ونرجع لكم. هاي كملت الكليتش الخفيفة مالتنا. هاي صار ما شاء الله، هاي صار صينيتين حشويهن اذبهن بالفرن. هاي من كيلوين طحين. هاي كملنا الكليتشة، شوفوا ما شاء الله شلون مشوية ما شاء الله. طبعا تفضل. هاي بالتمر، وهشة وطرية. هاي تفيد بالريوق وي جلاس شاي أو نسكافيه أو جلاس بيبسي للعصر، واحد يعجبه. وهذا كله من طحين الحصة. أتمنى الفيديو عجبتكم الطريقة، طريقة سهلة وحلوة وبسيطة. نشوفكم على خير، لا تنسونا باللايك وشير ودعم القناة. أنا شيف سحر، مع السلامة.